بعد الزياده الاخيره في اسعار البنزين ناس كتير جدا بقت بتسال سؤال مهم: هل اشغل نظام الاوتو ستارت ستوب اللي بيطفي الموتور في الزحمه والاشارات، ولا مش هيوفر معايا في البنزين وبلا صداع احسن؟ النهارده هنجاوب على السؤال ده، والمجانين العربيات والميكانيكا زي حالاتي اوعدكم هتستمتعوا جدا، فيلا بينا. Okay, let's go. نظام الاوتو ستوب بدأ في السبعينات مع أزمة النفط، وكان أول تطبيق ليه مع تويوتا كراون موديل 74، وهدفه كان تقليل استهلاك البنزين. مع تطور معايير الانبعاثات في أوروبا بقى فيه قوانين صارمة جدا خلت الشركات تطور أجيال النظام ده بشكل كبير عشان تحسن الأداء والموثوقية ويبقى فيه استخدام لنطاق واسع في العربيات الحديثة. وبقى هدفه الأول هو خفض الانبعاثات. والنظام ده مش مجرد مارش بيطفي وبيشتغل، ده منظومة هندسية متكاملة مصممة مخصوص عشان تتحمل التشغيل المتكرر. وتعالوا نبدأ بأول جزء من المنظومة دي وهو المارش. المارش العادي بيبقى فيه ملف واحد بيدفع ترس عشان يعشقه في الكرانك ويقدر يقوم الموتور، لكن المشكلة هنا إن ما ينفعش الترس ده يتعشق في الكرانك إلا لو الموتور واقف تماما، ودي مش الحالة دايما مع نظام ستارت ستوب. ساعات النظام بيشتغل ويقفل الموتور، وقبل ما الموتور يتوقف تماما عن الدوران تتقرر انت انك تتحرك وتدوس بنزين. فالعربية المفروض تتحرك دلوقتي، والمفروض ان الستارتر او المارش يعشق الترس ويقوم الموتور تاني. طب ده هيحصل ازاي؟ من هنا استعملوا مارش جديد اسمه تاندم سولينويد ستارتر، وده ببساطة مارش فيه ملفين مش ملف واحد زي المارش التقليدي، واحد بيدور الموتور والتاني بيشبك الترس مع الكرنك في نفس اللحظة. وبالفكرة العبقرية دي خليته يقدر يشغل الموتور في بوينت 3 من الثانية قبل حتى ما تشد رجلك من على الفرامل وهتبدأ تدوس بنزين، وكمان يقدر يخليه يشغل الموتور حتى لو الموتور كان لسه بادئ انه يطفي. الفرق التاني عن المارش التقليدي ان ده معمول لعمر تشغيلي عالي جدا. تويوتا مثلا قالت في دراسة فنية انه بيستحمل من 300 ل 400 الف مرة تشغيل، بحسبة بسيطة تقريبا يعيش من 10 ل 12 سنة تشغيل يومي للعربية. ونروح على تاني حاجة محتاجة تعديل في المنظومة وهي البطارية. ركز كده وانت بتشغل عربيتك في اي مرة هتلاقي ان كل حاجة بتشتغل بالكهرباء بتقفل وبترجع تاني. ده ليه؟ ده لان المارش بيحتاج جهد كهربائي لوحده مساوي تقريبا لكل حاجة تانية في العربية، ده مهما كانت عربيتك متقدمة ومليانة شاشات وتكنولوجيا. فما بالك بقى لما بقى عندنا مارش في ملفين وبيشتغل كمان كذا مرة. من هنا جه الاحتياج لبطارية مخصوصة تقدر تخدم على المارش الجديد ده، والبطاريات الخاصة دي بقى اسمها AGM أو EFP، ودي بطاريات بتستحمل شحن وتفريغ متكرر وبتقدر تحافظ على الفولت فيها ما ينزلش تحت ال9 فولت أبدا بعكس البطاريات العادية. ده بجانب بقى في سنسور تاني على قطب البطارية موجود عشان يقيس جهد البطارية ويقول للكمبيوتر عشان لو البطارية حالتها تعبت أو أنت حطيت بطارية غير مناسبة والجهد نزل تحت ال9 فولت النظام بتاع الستارت ستوب ما يشتغلش. طيب فاكر الشاشات والحساسات والانوار اللي كانت بتقفل وبتفتح لما تيجي تدور؟ دي بقى هتقعد ترعش وتقفل وتفتح كل مره النظام فيها بيقفل ويشتغل او الفولت بيهبط؟ لا طبعا، عشان كده ضافوا حاجه اسمها بوست كونفرتر او مكثف الكتروني بيحافظ على الفولت ثابت اثناء التشغيل عشان ما تتاثرش الشاشه او كنترول او اي حاجه شغاله بالكهرباء لما الموتور يقفل والستارتر يجي يشغله تاني. تالت حاجه ودي غيرت في تصميم حاجات كتيره جدا في العربيه، هي كل حاجه بتعتمد على الموتور بتشغيلها. زي ايه؟ دورة التبريد اللي بتحافظ على حرارة تشغيل المحرك واللي بتشتغل بمضخة ميكانيكية الموتور هو اللي بيدورها. الفتيس اللي بيعتمد على ضغط الزيت برضو عن طريق مضخة ميكانيكية بيدورها الموتور. نظام التكييف واللي بيعتمد على كومبريسور تبريد الموتور برضو هو اللي بيشغله، او سوائل حارة للتدفئة جاية برضو من منظومة تبريد الموتور. الفرامل اللي بتعتمد على الضغط السلبي او الهواء المشفوط من الموتور عشان تساعدك في الضغط على الفرامل والعربية ما تسحبش. والحل كل المشاكل دي نظام التبريد احتاج مضخة كهربائية صغيرة تحافظ على تدفق سائل التبريد الكام ثانية اللي هيبقى مقفول فيهم الموتور أثناء تفعيل النظام. مضخة كهربائية تانية زيها بتضخ زيت للكلاتشات عشان يكون الغيار الأول دايما جاهز لما تيجي تتحرك. التكييف بيتحط في المكثف باليتات من مادة معينة تحتفظ ببرودتها فترة أطول من غاز الفريون اللي ماشي في المكثف، وبالتالي بتقدر تحافظ على تدفق الهواء البارد لحد ما الموتور والكمبريسور يرجع إنهم يشتغلوا تاني. الفرامل اتحط حساس عندها بيقيس ضغط الهواء، ولو الضغط الفرامل بدأ يخف بيدي امر الكمبيوتر فورا عشان يشغل الموتور، لان الفرامل ما فيهاش هزار وما ينفعش نعتمد فيها على انظمه كهربائيه. الانظمه دي كلها ما ظهرتش فجاه، ده نتاج سنين من البحث والتطوير وتجارب السوق من اول ما بدا الاهتمام بالسيطره على الانبعاثات وتطوير التكنولوجيا الستارت ستوب. ومن هنا لازم تعرف ان الهدف الاساسي من النظام ده هو تخفيض الانبعاثات، ودي حاجات القوانين في دول كتير جدا خصوصا اوروبا ما عادتش بتهزر فيها. الشركات ما بقاش عندها رفاهيه ان هي تتجاهل ده، لان في دول بتفرض غرامات ضخمه جدا او بتمنع بيع عربيات اللي استهلاكها وانبعاثاتها عاليه من الوقود. نرجع بقى لبلدنا احنا مصر ونسال عن اللي يهمنا واللي
بدأنا بيه الحلقة دي كلها. هل النظام المعقد ده كله يقدر يوفر لي من استهلاك البنزين؟ تعالوا نحسبها بعينينا. الكوباية دي فيها تقريبا 1.2 ملي لتر من البنزين، ده اللي بيستهلكه الموتور لما تدور العربية من الصفر. اما الكوبايه التانية دي فده فيها البنزين اللي بيتحرق والعربيه واقفه على السلنسيه، وده حوالي 0.6 لتر في الساعه الواحده. اختبارات الطرق في المدن اثبتت ان النظام ده بيقدر يوفر من 4 ل 9% من الوقود، وفي الزحمه الثقيله جدا ممكن يوصل التوفير ل 10%. ده معناه ان نص لتر تقريبا لكل 100 كيلو داخل المدينه. يعني لو مشاويرك يوميا في الزحمه انت تقدر توفر 5 لتر بنزين تقريبا لكل 1000 كيلو تمشيهم وانت مفعل النظام ده. ايه الخلاصه؟ النظام مفيد جدا لو عربيتك حديثة من 2020 لما فوق وبطاريتها في حالة كويسة. النظام يقدر يوفر معاك بنزين لو انت بتسوق جوه الزحمة يوميا، لكن لو عربيتك قديمة أو فيها تاريخ مشاكل كهرباء أو غيرت البطارية ببطارية غير مناسبة أو طرقك كلها سريعة وما بتمشيش في الزحمة، أحسن لك إنك تطفيه. النظام مش هيضر عربيتك ولا هيأثر عمر الموتور والمارش زي ما ناس كتير فاكرة، والعربيات الحديثة مصممة بتكنولوجيا وهندسة مختلفة ومعقدة جدا بس عشان يشتغل النظام ده بأفضل كفاءة ممكنة. وفي حاجات كتير جدا الكمبيوتر بيتأكد منها قبل ما يفعل النظام حتى لو انت مشغله من الزرار. وزي ما قلنا من شوية، لو انت مش فارق معاك موضوع الانبعاثات وطرقك كلها مفتوحه وما بتمشيش في زحمه ومش عايز تدوش نفسك بالنظام ده، تقدر انك تقفله لانه مش هيوفر معاك اي حاجه في استهلاك البنزين تقريبا. في النهايه، هل شايف النظام ده كويس ويستاهل انك تسيبه فعال في عربيتك، ولا بلاش اخش في الدوشه دي واحافظ على العمر الطويل للمارش والعمر الطويل للبطاريه؟ احب جدا اسمع رايك في الكومنتات، وهسيب لكم كل المصادر تحت في الديسكريبشن عشان تقروها وتتعمقوا بنفسكم. كان معاكم صابر، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.